لو معاك مليون درهم تقدر تقول على نفسك انك غني؟ اشوف للاسف انت مش غني. حتى لو معاك 10 مليون درهم تقدرش تقول على نفسك غني. حتى لو قلت لي اللي معاه 100 مليون درهم غني، مش غني. هتقول لي لو معاه 100 مليون درهم هيكون غني. دلوقتي اكيد غني، لكن برضه مش غني، لان المليون وال10 مليون وال100 مليون مصيرهم يخلصوا في اقل مده على حسب اسلوب حياه. الفلوس لو مش بتشتغل وتجيب فلوس وانت نايم يبقى مصيرها تخلص في يوم من الايام. انا اعرف ناس مرتبهم كان 10000 درهم بس، وعملوا ثروه عدت ال10 مليون درهم، وحولوا الفلوس دي لدخل سلبي مليون درهم كل سنه. لو كانوا قعدوا يحوشوا ال10 مليون درهم دي كانوا قعدوا 100 سنه واكتر عشان يحوشوهم. مش بالتحويش انت بتبقى غني، بالاستثمار انت بتبقى غني، بانك تشغل فلوسك تبقى غني. الغني مش اللي معاه فلوس كتير، الغني هو اللي بيعرف يخلي الفلوس تجيب فلوس من غير ما يشتغل، بالدخل السلبي والاستقلال المالي. وياما اتكتبت محاضرات واتشرح الموضوع ده في كل الدنيا، وعلى اليوتيوب الاف الفيديوهات بتتكلم على الدخل السلبي والاستقلال المالي. استثمر دلوقتي، ابدأ دلوقتي، حتى لو بشيء صغير جدا ما تستهونش بيه، يسير ويكبر. ال1000 ممكن تبقى 10 وال10 تبقى مليون. ابدأ في الاستثمار في اي حاجة وحول من مجال لمجال. ادخل في العقارات بشيء بسيط جدا ومصيرها تكبر في يوم من الايام. ابدأ، بس اصعب خطوة هي البداية. كلمني لو محتاج مساعدة عشان تبدأ، ما تترددش. لو عندك اي استفسار اكتب لي على الواتساب او اتصل بيا. اعمل لايك واعمل فولو عشان تشوف كل الفيديوهات الجديدة. مع السلامة.